عيسى عليه السلام حملت به أمه حملا يختلف عن جميع البشر، لأن الله خلق الخلق على 4 أصناف: صنف من غير أم ولا أب، قبضة من التراب كن إنسان كان. من هو؟ آدم. صنف من غير أم، جاء من أب لكن ما له أم. من هو؟ حواء. من هي أمها؟ ما لها أم، خلقها الله من ضلع آدم، والضلع دايم إيش؟ أنتوا قد شفتوا ضلع مثل المسطرة؟ أعوج، ولذا العوجة موجودة في المرأة. لكن من هي عوجته؟ عوجتك أنت، لأن بعض الرجال يسب مرته، قال أصلكم خلقتوا من ضلع أعوج، إنها عوجتك أنت. فالعوجة موجودة في الرجال وفي المرأة. وصنف من أم بلا أب، وهو عيسى عليه السلام. أراد الله أن يظهر قدرته في خلق إنسان من غير أب، فاختار مريم، لأن أمها وهبتها لله. أم مريم قالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. كانت تتوقع أن يجي ولد وتبغى تخليه لله في بيت المقدس عابد وخادم البيت المقدس. فلما وضعتها وإذا بها ما هي ولد، بنت، والبنت لا تصلح أن تكون في مكان تجمعات الرجال. قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. يجي في الشتاء اللي ما فيه أي فاكهة وإذا بالرزق عندها، الفواكه الصيف في الشتاء عندها. يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. مريم ذي العفيفة الطاهرة الشريفة التي وهبتها أمها لله، والله قبلها وأعاذها وذريتها. ذريتها من؟ عيسى. كل مولود خلق يخرج صارخ. أي طفل الآن، أي طفل يخرج في السعودية ولا في مصر ولا في اليمن ولا في أمريكا ولا في روسيا ولا في الصين، أي طفل يخرج